سفر يونان النبي فيه دروس كثيرة يمكننا أن نستفيد منها. أول حاجة، كيف إن الله يبحث بنفسه عن الخطاة لكي يرجعهم إليه. يعني دايما الخاطئ هو اللي المفروض يجري ورا ربنا، لكن نلاقي في سفر يونان ربنا هو اللي بيجري ورا الناس عشان يرجعهم إليه، سواء أهل نينوى الخطاة أو ركاب السفينة غير المؤمنين الأمميين أو يونان نفسه. يونان نفسه كان عنده عيوب كثيرة، ودي تورينا أن ربنا يعني ما بيشترطش في اختياره أن لازم الواحد يكون كامل في كل شيء. هتشوف يونان أخطأه إيه. أول خطأ كان عند يونان إنه يهتم بكرامته كثيرا. يعني ربنا قال له روح ونادي على نينوى بالهلاك، وهو عارف إن ربنا حنين وطيب، فبعد ما ينادي عليها بالهلاك هم يتوبوا وربنا يشفق عليهم ويبقى لا هلاك ولا حاجة، ويبقى كلمته نزلت الأرض. وكان تعبان جدا يونان من إن كلمته تنزل للأرض. أهل نينوى دول يهلكوا بس كلامه هو ما ينزلش الأرض. مهتم بكرامته أزيد مما يجب. طب ما هو ربنا يقول له نادي عليها بالهلاك وربنا يشفق عليها، فيبقى كأن ربنا رجع في موقفه. لا، يقول ربنا يرجع لكن أنا ما ارجعش. راسه نشفة بشكل صعب. هو طبعا ما يجيش واحد يقول ربنا يرجع في كلامه. هو دي زي المراية. أهل نينوى أشرار يبصوا في مرآة الله يجدوا غضب الله عليهم، يتوبوا يبصوا في مرآة الله يجدوا رحمة الله عليهم. فالله لم يتغير. الله يغضب على الخطية ويشفق في التوبة، لم يتغير إطلاقا. المبدأ هو بس مرة هم عرضوا نفسهم في حالة خطيتهم، ومرة عرضوا نفسهم في حالة توبتهم. لكن يونان كان يعز عليه جدا إنه يقول كلمة وتنزل للأرض. نبي عظيم وكلامه له العظمة بتاعته ولازم تتحفظ له كرامته. لذلك لما ربنا خلص نينوى قيل في سفر يونان فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. تصوروا لما ربنا يرحم 120,000 نسمة تخلي هذا النبي يغتم غما شديدا ويغتاظ ويعاتب ربنا، يقول له مش ده اللي قلته لك وانا كنت بعد في ارضي؟ ما انا عارف انك انت طيب والطيبة بتاعتك دي هتضيع كرامتي. يا يونان ما تجيش الحكاية كده يا حبيبي، ده الطيبة دي هتخلص 120,000 نسمة. يقول لك انا هتضيع كرامتي. قلت كلمة ونزلت الأرض. سفر يونان يعطينا فكرة عن احتمال ربنا. احتمل أهل نينوى في خطيتهم، واحتمل يونان في عناده وتمسكه بكرامته وصلابة رأسه. هو يا ريت يونان كانت الغلطة دي هي الوحيدة اللي عنده. يونان كان من النوع الذي يخطئ ولا يبالي.
يخطئ ولا ايه يبالي ولا يهتم، اللي يجري يجري. يعني ربنا قال له روح نادي على نينوى، خد السفينة وهرب بها من وجه الله. تهرب من وجه الله ازاي؟ هو في حد يقدر يهرب من ربنا؟ حد يقدر يهرب من ربنا؟ ده داود النبي بيقول أين أهرب من روحك ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن نزلت إلى الهواء فهناك أنت. أهرب منك إزاي؟ ده خطأ آخر. ولما هرب وركب السفينة ربنا قال له طيب أنت هتهرب مني، وراك والزمن طويل. مشي وراه، خلى السفينة تضربها الرياح والأمواج وتتعب، والناس اتخضوا وقعدوا كلهم يصلوا ما عدا يونان. ما هو خاطئ وقلبه شديد، مش من النوع اللي بيتهز بسرعة، هو ما يتهزش. لدرجة قال له رئيس النوتية رئيس البحارة وقال له قوم اصرخ إلى إلهك، قوم صلي زي ما كلنا بنصلي. الكتاب بيقول فنام نوما ثقيلا. أنا مش عارف واحد هربان من ربنا وينام نوم تقيل ازاي؟ ضميره مساعده على كده. أهل السفينة ندروا الندرات، وبعدين قالوا له قول لنا إيه، فطلع الندر عليه هو. شافوا مين السبب، طلع عليه هو. عملوا قرعة، القرعة طلعت عليه، فقالوا له قول لنا حكايتك. قال لهم أنا هارب من إله الأرض والبحر، من كله. حاولوا يخلصوه مفيش فايدة، ربنا مصمم. فقال لهم ارموني في البحر فيخف انه عنه، فرموه في البحر. كونه انه ينام نوم تقيل، كونه انه يهرب من ربنا، كونه انه ما يصليش، كونه يقول لهم ارموني في البحر. لما يرموه في البحر ما يضيع. ربنا من حنانه أعد حوتا عظيما فابتلع يونان. اوعى انت في يوم من الايام ربنا يحضر لك حوت عظيم يبتلعك فتخاف وتتذمر. ده ربنا أعد له الحوت لإنقاذه من البحر، لأن كان ممكن يغرق في البحر. والحوت ده بالنسبة له كان زي غواصة أخدته وشالته ووصلته للمكان اللي ربنا عايزه يوصل إليه. يونان لما دخل في بطن الحوت لقى الحكاية جد. أهل السفينة ربنا رجعهم بضربة خفيفة، شوية أمواج ورياح، لكن ده جوه حوت. ما هو الصنف اللي زي ده ما ينفعوش غير ضربة جامدة تفوقه. يعني هو الأمواج بتاعت السفينة ما فوقتوش، يفوقوا إيه؟ إن يبتلعوا حوت. فابتدى يصلي جوه بطن الحوت. تصلي مرجع لما كان في الأول، ما كنت طلعت من الأول، ليه تلجأ؟ اوعى واحد فيكم يلجأ ربنا إلى هذه الطريقة الصعبة. ربنا مستعد يوصل للناس للتوبة. الطريقة الخفيفة نفعت، ما نفعتش ممكن توجد طريقة تقيلة. فليه انت تلجأ ربنا إلى طريقة تقيلة يفوقك بيها؟ يونان في بطن الحوت رجع نبيا كما كان، وصلى صلاة عميقة وقوية. أعمق صلاة هي اللي بتيجي وقت الضيقة، وساعات ربنا يسمح بالضيقة عشان نعرف نصلي كويس. صلى وقال له أنا أعود أرى هيكل قدسك. أنا برضه هشوف الهيكل بتاعك فيما بعد. بالإيمان لما استوى يونان ربنا خرجه من الحوت. التجربة لها وقت تنتهي فيه
لما تصل إلى الهدف بتاعها. كان الهدف إن يونان يرجع لعقله وضميره، فرجع، فربنا خرجه من الحوت. هو رجع رجوع مؤقت، يعني فيما بعد زعل مع ربنا تاني لما رحم أهل نينوى. الرجوع المؤقت ده بيوجد عند ناس كتير، يخبطوا ربنا خبطة يفوق ويقول أرجع، وبعدين لما ربنا يريحه يرجع في رجوعه. ربنا بالنسبة لأهل نينوى استخدم مجرد التهديد، يعني ما ضربهمش، فصاموا مع أنهم خطاة. صوم نينوى كان مش مجرد امتناع عن الأكل، ده امتنعوا عن الأكل وتذللوا أمام الله، وجلسوا على التراب ولبسوا المسوح وصرخوا إلى الله ورجعوا عن خطاياهم. يعني مش صوم عادي، حتى الملك نفسه بتاعهم نزل من على عرشه وقعد على التراب ولبس المسوح، في صوم وتذلل وصلاة وتوبة عن الخطية. حتى الحيوانات لم ترعى ولم تشرب ماء، الكل صام. فربنا لما وجد ان اعمالهم الردية قد رجعوا عنها اشفق عليهم، والتهديد اللي قالوا ما نفذوش، واشفق عليهم ومنع الضرر عنهم. في ناس يفتكروا ان الرجولة ان الواحد يتمسك بكلمته، انا قلت الكلمة دي يعني خلاص قلت، لكن ربنا ما عملش كده. هيرودس مرة وقع في الحكاية دي، قال للبت الرقاصة دي، قال لها اطلب اللي انت تطلبيه وانا اديهولك، فطلبت رأس يوحنا المعمدان. كان يعني راجل هيرودس لما نفذ الامر ونفذ كلمته وقطع رأس يوحنا المعمدان؟ لا ابدا، ده اخطأ خطية اكبر. ربنا قال ان احنا هنهلك نينوى، لما تابت قال بلاش نهلكها. يعني ما يصحش ان الواحد ينفذ كلمته مهما كانت ويهدد مهما كان التهديد وينفذه. الحكاية عايزة شيء من العقل مش بالانفعال. هو في الحقيقة في الصوم بتاع نينوى أو يونان صام غصب عنه في بطن الحوت، لكن أهل نينوى صاموا بإرادتهم لمجرد سماع العظة بتاعته. هو ما فيش شك كان واعظ قوي، ما فيش شك ان يونان كان واعظ قوي وله تأثيره على الناس، لكن في نفس الوقت كان عند وراسه نشر، بدليل انه لما كلم الناس قدر يقودهم الى التوبة. مش سهل ان اي واحد يقود الناس للتوبة، هو لازم كان واعظ قوي. والسيد المسيح قال على الجيل اللي عاش فيه: الجيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان. كان يرمز للمسيح. وفي نفس الوقت قال إيه؟ قال أهل نينوى سيقومون في يوم الدين ويدينون هذا الجيل لأنهم تابوا بمنادات يونان. يونان كان يحتاج أن يعظ نفسه وأنه يبطل الكبرية اللي هو فيها، واهتمامه بكرامته واهتمامه بكلمته، وعدم اتفاق مشيئته مع مشيئة الله، ومخالفته وعصيانه
ونوم والناس كلها بتصلي ونوم ثقيل إلى آخره. يونان خرج من الحوت وربنا قال له تروح نينوى، قال حاضر اروح نينوى. هو راح نينوى لكن العناد اللي في قلبه ما راحش، وعظهم علشان يتوبوا فتابوا، ولما تابوا زعل ان ربنا اشفق عليهم. يعني عجب ان تضرب الامواج في السفينه وتكاد تغرق ويونان لا يتوب، ثم يبلعه الحوت ويخرج منه وبرضه لا يتوب، وقعد زعلان. غم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. اغتاظ من مين؟ من ربنا. يمكن واحد يغتاظ من واحد بني آدم أتعبه، لكن يغتاظ من ربنا دي مشكلة أخرى. وربنا قال له هل اغتصت بالصواب يا يونان؟ قال له اغتصت بالصواب حتى الموت، موتي خير من حياتي. موته خير من حياته. قال له خذ روحي مني. أخذ روحك ليه؟ عشان الناس مش هيهلكوا. حاجة تكسب بصحيح. أنا أول مرة قريت قصة يونان كنت مكسوف ليه للغاية. هو مش خجلان لكن أنا خجلان له. اغتصت بالصواب حتى الموت. قال له صوابك أفقدني صوابي. إزاي توقع كلمتي في الأرض؟ أهو درس لينا إن إحنا ما نتمسكش بكلامنا أزيد مما يجب. ومع ذلك طول أنات ربنا وصبره. يعني جايز واحد يقول يعني يا رب ما لقيتش غير الراجل ده تستخدمه ما تدور على غيره. يقول لا، أنا أصلحه وأشتغل به برضه. ما هو مش زي واحد عنده عربية وقفت فيه في السكة يرميها ويشتري عربية جديدة. لا، يصلح العربية ويمشي بيها برضه. أهو يونان كان العربية دي اللي وقفت في السكة وربنا صلحها ومشي بيها. وربنا يصلح بطرقه اللي هو عايزها. يعني أنا فاكر وأنا شاب صغير كنت ماشي في شارع الترعة البلقية، ولقيت راجل بيصلح بالأكسجين، بيلحم لحام بالأكسجين، والنار بتخبط وهو مداري وشه، ولكن هذه النار اللي بتخبط في اللحام كانت مفيدة علشان يتلحم الشيء اللي هو عايزه. وما نزعلش من النار، النار مفيدة إذا استخدم معاك ربنا طريقة اللحام بالأكسجين والنار بدأت تخبط فيك ما تتضايقش، مفيدة ليك. ربنا استخدم مع يونان طريقة الحوت، وبرضه طريقة الحوت ما جابتش النتيجة، فدخل ربنا معاه في حوار. العجيب في قصة يونان إن كل الطبيعة كانت تطيع ربنا ما عدا يونان. كله كان بيطاوع ربنا ما عدا يونان. احنا بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الملائكة بيطوعوا ربنا مهما كان الأمر. يعني يقول له روح انقذ فلان يروح ينقذ فلان، يقول له روح اضرب فلان يموت يضرب يموت. ربنا قال للملاك روح انقذ بطرس من السجن، راح انقذه. قال له اضرب هيرودس فالدود ياكله ويموت، ضربه ومات. ما بيقولوش يا رب دي كويسة ودي وحشة وليه تعمل كده وليه ما تعملش كده، والأمر بتاعك يناسب ولا ما يناسبش. لكن يونان عقله هو اللي بيشرف على أوامر الله. يقول له روح، يقول له لا، سيبنا نفكر
ونشوف الأمر بتاعك ده موافق ولا مش موافق. طلع مش موافق يبقى نهرب منه. ناس كتير قوي عقلهم هو اللي تعبهم. الطبيعة عندها حياة التسليم، بتسلم لمشيئة ربنا. السفينة ماشية في السكة، ربنا أمر الرياح والموج تخبط السفينة لغاية لما تكاد تغرق، نخبطها لغاية لما تكاد تغرق. لا حرام، لا مش حرام، دي الكلام ده يقولوه الستات، لكن الطبيعة ما تقولش الكلام ده. مفيش لا حرام، نخبطها نخبطها. قال للحوت روح ابلع يونان، حاضر ابلعه. خليه عندك 3 أيام ولا تؤذيه، اخليه 3 أيام ولا اؤذيه. خرجه بره، اخرجه بره. مفيش مناقشه في حياه التسليم اللي موجوده في الطبيعه، لكن مش موجوده عند يونان. ربنا عايز يصالح يونان، عايز يصالح يونان وعايز يهديه. هنا ناخد فكرة جميلة جدا عن ربنا. يا رب الراجل ده هرب منك، هرب منك وخالف كلامك وخرجته من حوت وبرضه لسه متضايق. ولما أشفقت على الناس وغفرت لهم تعب واغتم غما شديدا فاغتاظ. ده ما تتضايقش منه ده، لا لا، ده أنا أفضل وراه لما أريحه، أصلحه وأصالحه، أصلحه وأصالحه. تصالح ده أصالح، وتصالحه إزاي؟ بطرق. ربنا خلى وهو مغتاظ يونان ومغتم، ربنا طلع له يقطينة، شجرة صغيرة كده فوق راسه تظلل عليه وتنجيه من غمه. ده مهتم لأنه ضد مشيئتك الصالحة، معلش، وأنا برضو أشفق عليه وأريحه من غمه. طب وبعدين جت دودة وقال لها كل اليقطين. كانت اليقطين، انكشفت راس يونان، قال للشمس اخبطي على راس يونان خليه يدوخ، خبطت على راسه فزبل يونان مداخل، وابتدى الحوار. الدودة أطاعت كلام ربنا ونفذت مشيئته ويونان ما طوعش. الريح الشرقية والشمس طوعوا كلام ربنا ويونان ما طوعش. اليقطينة طوعت ويونان ما طوعش. الأمميين اللي في السفينة طوعوا ربنا ويونان ما طوعش. أهل نينوى طوعوا ربنا ويونان ما طوعش. يبقى دي نوعية يا رب تجري وراها قوي. برضه هو واحد من ولادي وأفضل ماشي وراه لما أصلحه وأصلحه. درس لينا إن احنا ما نتنرفزش أزيد مما يجب، وما نتعبش إن خلفونا الناس. ومش لما واحد يكون حبيبك ويحصل فصل منه يضايقك تقطع صلتك بيه، برضه تفضل لغاية لما تصالح وتصلح. ورجع ربنا يحاور يونان ويقول له بقى أنت زعلت على اليقطينة اللي هي بنت يوم طلعت وبنت يوم زبلت وأشفقت عليها، أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة اللي فيها أكثر من 120,000 نسمة، ودول كلهم من ولادنا. حاولوا. الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني عارفها بالتقليد لكن مش موجودة في الكتاب، ربنا قال له الكلام ده، لكن تقروا سفر يونان ما تلاقوش يونان قال أخطيت يا رب وتاب، ما جاتش. سفر يونان جاب خطية يونان وعناد يونان، لكن ما جابش إن يونان
تاب ورجع، ما فيش حكمة. لكن التقليد بيقول لنا انه تاب. شوفوا اخر السفر بيقول ايه: فقال الرب انت اشفقت على اليقين التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثير. وختم السفر على كده، ما قالش إن يونان قال له أخطيت يا رب واغفر لي وما عدتش أعملها تاني، ما حصلش. لكن التقليد قال لنا إن يونان رجع لربنا. نلاحظ في سفر يونان إن ربنا كل اللي عمله كان مظبوط وكويس. بطاعة يونان، الطاعة نمرة 2 يعني، بطاعة يونان أنقذ أهل نينوى، وبمخالفة يونان أنقذ أهل السفينة. يعني يونان هرب وركب سفينة، قال طيب يونان ده مش باين عليه النتيجة اللي يمضي، نخش في أهل السفينة. فأنقذ أهل السفينة، وقال يونان ده ينجح تاني دور، مش هينجح من أول دور لأنه مش نافع معها الحكاية. فأنقذ السفينة. وربنا استخدم جميع الوسائل، استخدم الريح، استخدم الموج، استخدم الحوت، استخدم اليقطينة، استخدم الدودة، استخدم الشمس، استخدم طرق كثيرة جدا، لأن ربنا في إنقاذ الخطاة مستعد أن يستخدم كل الطرق لكي يخلص على كل حال قبل. بركة يونان النبي فلتكن معنا جميعا. اتفضلوا.